المركز الاول طبعا لازم وحتما ولا بد يبقى تييري اونري. كلام مظبوط. ليه بقى؟ لان احنا بنتكلم عن اكتر 10 لعيبه سجلوا جوال تحت قياده العبقري الفرنسي صانع تاريخ ارسنال الحديث ارسن فينجر. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم. عندك دينيس بيركامب، اوكي، هو الخامس فعلا. روبن فان بيرسي طبعا قطعا هو رقم 2. اوكي، الثالث انجليزي، فانا هجرب وولكوت. هجرب. كلام مظبوط جدا، وولكوت لعب ماتشات كتير جدا مع ارسن فينجر. طيب هنقول روبرت بيريز، ماشي، رقم 6. اديها اوليفييه جيرو، رقم 4. اللي تشيلي برضو اعتقد سهله، اليكسيس سانشيز، ماشي، اليكسيس سانشيز، كلام مظبوط جدا. الثامن سويدي برضو سهله واتوقع الكل عارفها، فريدي ليونبرج. بس هي مشكله هتبقى في كتابتها. لا ولا مشكله ولا حاجه، هو الراجل متسهله ومتيسره. التاسع، دي ايه الجنسيه دي؟ دي امريكي دي ولا ايه؟ امريكي ولا دي لايبيري دي ولا ماليزي ولا ايه بالظبط؟ انا بتلخبط بينهم. طيب العاشر توجو، فاذا ادي بايور، ايمانويل ادي بايور، سهله سهله واتوقع كله عارفها. لكن التاسع انا مش عارف ايه الجنسيه دي صراحه، يعني اتوقع الموضوع يبقى سهل لو عرفنا الجنسيه. لايبيريا، ده جورج ويا. انا جاي اكتب جورج ويا بتيجي مع الهبل دبل، والله العظيم مثل صريح وصحيح جدا. 10 من 10 بفضل الله. يعني ما اعرفش جت معانا كده ازاي وبالسهوله دي ازاي، ولكن فضل من عند، مش هنقول لا يا سيدي. بس عايزك بقى تقول لي في الكومنتات جبت كام اسم من العشرة صح.